بص يا دكتور، خليني اسالك سؤال بسيط. ايه اللي يخلي مريض شبه من 10 سنين يفتكرك اول ما ضرسه يوجعه؟ لو فاكر ان تسويقك لنفسك كطبيب اسنان انك تتعامل مع الحاله صح فقط، او الكابتن عنان ممول اللي بتعملهم على مواقع التواصل الاجتماعي بس، يبقى فايتك كتير قوي يا صديقي. الموضوع مش كان حشوه ولا بالخلع، لان بالاخر دي حالات المريض بينساها او ما يعرفش تفاصيلها بالظبط. اللي بيفضل محفوظ جوه ذهن المريض هو التجربه الكامله اللي عاش معاها. خلوني بس الأول برحب بيكم وأقول لكم مساء الخير عليكم وأهلا ومرحبا بيكم حلقة جديدة من نينجا دنتس. قبل ما أبدأ الحلقة عايزك تعمل متابعة ولايك وشير وحركة الصدور وإضافة للمفضلة وكل الحاجات الجميلة دي عشان تشجعني أستمر وعشان تكبر أسرتنا ببعض سوا. ولو عايز تفاش في حاجة سيبها التعليق وتابع الحلقة للآخر عشان في حاجة مهمة جدا هقول لك عليها في آخر الحلقة. لو بصينا أكاديميا في حاجة اسمها سيرفيس اكسبيرينس ديزاين أو تصميم تجربة الخدمة. التجربة دي بتبدأ من أول ما المريض بيسمع عنك مرورا باستقباله في العيادة لحد ما يخرج ويكلم حد عام. خلينا أديك 3 محاور أساسية في تجربة الخدمة دي. واحد، الانطباع العاطفي. المخ البشري بيربط الأحداث بالمشاعر. لو المريض حس بالأمان أو إنك كنت إنسان قبل ما تكون دكتور، المشاعر دي بتثبت في ذاكرته أقوى من أي ألم حس بيه. يعني كلمة بسيطة تطمنه أو نكتة خفيفة تفك توتره أو حتى إنك تفتكر اسمه في الزيارة الجاية، الحاجات الصغيرة دي هي اللي بيخليه يحس إنه مهم. اتنين، العلامات الذهنيه في التسويق بنسميها ميموري كيوز. يعني تعمل حاجات مميزه جدا مرتبطه بيك زي انك تبقى دايما بتسلم عليه بنفس الجمله، او يكون عندك ريحه معينه بتميز العياده، او حتى تصميم بصري مميز يربطه بيه. المخ بيميل انه يفتكر العلامات دي اسرع كمان من التفاصيل. ثلاثة، الاتساق والاستمرارية. الأبحاث بتقول إن المريض بيقيم تجربته مش بس على أساس الجودة لكن على أساس التوقع. لو كل مرة بيجي العيادة يلاقي نفس المستوى نفس النظام ونفس الاحترام، عقله بيكون صورة ثابتة عنك وده بيخليه يحس إنك ماركة موثوق فيها. المعادلة ببساطة، مش المعلومة الطبية ولا المهارة الفنية هي اللي بتخلي المريض يفتكرك بعد سنين. دي الأساس طبعا، لكن اللي بيرضي الذاكرة هو المشاعر زائد العلامات المميزة زائد الاتساق. وعشان كده أهم نصيحة عملية، اسأل نفسك بعد كل مريض إيه اللي عملته النهاردة يخليه يفتكرني بعد 5 سنين. لو عندك إجابة واضحة يبقى أنت بتبني أسطورة مش مجرد بتعالج ضرس. خليني أجهز لك خطة صغيرة خطوة بخطوة إزاي تطبق ال3 محاور دول جوه العيادة. واحد، الانطباع العاطفي ومش جنبك. قبل الجلسة خلي الاستقبال دايما ينده المريض باسمه. حضر جملة ترحيب ثابتة بتقولها لكل مريض، زي مثلا نورتنا يا فلان، عامل ايه النهارده. اثناء الجلسة اشرح خطوات العلاج بشكل مبسط كأنك بتحكي له قصة. ده بيعني توتر. ضيف لمسة شخصية. لو المريض ذكر قبل كده حاجة مهمة في حياته، امتحان، فرح، سفر، اسأله عنها تاني بعد الجلسة. بعد الجلسة جملة ولعس وشخصية زي استنى مني مكالمة بعد يومين اطمن عليك. اتنين، العلامات الذهنية ميموري كيوز. في المكان اختار ريحة مميزة للعيادة، سنت ماركتينج، زي فانيليا خفيفة أو ليمون المريض هيخزنها في دماغه. لون أو ديكور ثابت ومميز، مثلا درجة معينة من الأزرق الأخضر. في أسلوبك الشخصي استخدم كلمة أو جملة سيجنتشر مرتبطة بيه. خلي كارت العيادة أو اللوجو بسيط وسهل التذكر. ثلاثة، الاتساق والاستمرارية في الفيلم. حدد معايير ثابته للاستقبال، ابتسامه، عرض ميه، قهوه، نفس اسلوب الكلام. وقت الانتظار يكون شبه سال، ولو في تاخير اتواصل قبلها. في المتابعه اعمل نظام فولو اب اوتوماتيكي، رساله واتساب او اتس ام اس بعد 24 ساعه وبعد 7 ايام. سجل ملاحظات سريعه عن كل مريض، حاجات شخصيه زي التفاصيل الطبيه عشان تفتكرها في الزياره الجايه. خطوات التنفيذ العمليه، اعمل مانوال صغير لفريق العياده عن الاستقبال والكلام مع المرضى. 2، اختار عنصر بصري او حسي ثابت، لون او ريحه او جمله. 3، اعمل جدول متابعه على اكسل او وورد عشان كل مريض يتسجل ويتبعت له فلو اب. 4، قيم نفسك كل شهر، اسال المريض مختار ايه اللي بيخليك تفتكر العياده دي وخد فيدباك. بالطريقه دي انت مش بس بتعالج، انت بتبني علامه شخصيه بيرسونال براند في دماغ المريض. في النهايه ما تنساش تعمل لايك وشير وحركه الاكسبلور عشان نوصل اكبر عدد ممكن من المهتمين. لو عايز تناقش حاجه سيبها التعليق. والحاجه المهمه اللي قلت لك عليها، لو عايز نسخ فاضي من جدول المتابعه علق بكلمه جدول، هبعت لك لينك تحميل ملف جدول المتابعه. لو عايز نسخه من سكريبت الحلقه علق بكلمه نينجا ديلتس، هبعت لك لينك تحميل سكريبت الحلقه مكتوب. وتابعني عشان هتبقى دكتور سنان صحيح.
بس نينجا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من نينجا دينت.